ما فيك ترضي الناس، لأنه ما بيرضي الناس غير رب الناس. ليه بدك توجع راسك؟ اليوم رح نحكي عن الإنسان اللي دايماً بده يرضي الكل، عن شخص بيضحي، بيسكت، بيتنازل بس ليضل مقبول من الجميع، عن إنسان عاش عمره كلياته لحتى يرضي الناس وبالآخر خسر حاله. في ناس مفكرة إنه إذا رضت الكل حتعيش مرتاحة بس الحقيقة غير هيك تماماً. يا حبي، أول ما تحاول ترضي الجميع بتبلش تأذي نفسك، لأنه حتسكت عن حقك، حتقبل شيء أنت ما بدك إياه، حتغير رأيك مش لأنك اقتنعت بس لأنك خايف إنه حدا يزعل منك كرمال هو يرضى، ومع الوقت حتضيع وحيضيع طموحك. الإنسان اللي بده يرضي الكل دايما متعب، خلق تعبان ورح يموت تعبان، لأنه مهما عمل في حدا رح يزعل، مستحيل يقدر يرضي الكل، ومهما حاول في حدا حينتقده، وبالآخر لا العالم رضيت ولا هو ارتاح. طيب خلينا نحكيها بالوضوح. رب العالمين خلق البشر كلهم، وفي ناس كفرت فيه مع أنه عطاهم صحة وعطاهم جمال وعطاهم علم وعطاهم عقل يفكروا فيه. الأنبياء مع عظمتهم وكل القدرات اللي رب العالمين عطاهم إياها ما قدروا يرضوا كل الناس. في ناس آمنت وفي ناس كفرت. طيب إذا الأنبياء ما قدروا يرضوا الجميع، خذ من أبو لهب، خذ من أبو جهل، خذ من مسيلمة الكذاب اللي عمل حاله نبي. أنت مين لتفكر إنك حتقدر؟ أنت مين؟ هلأ يا حرام، هي عمين رايحة؟ هي رايحة على هالناس الطيبة، الناس اللي نيتها حلوة بس طيبتها عم تكون بالمحل الغلط، عم تفكر انه اذا قالت دايما نعم 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 الناس حتضل عم تحبها، بس الحقيقة انه اللي دايما بيقول نعم 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 حينداس عليه. الانسان اللي بده يرضي الكل حيعيش بشخصيتين، وحدة إله وحدة للناس. حيوصل لمرحلة ما عاد يعرف مين هو عن جد، لا شو بده ولا شو رأيه ولا حتى حلمه. إرضاء الناس غاية لا تدرك، حتقتل طموحك وحتقتل حلمك وما حيرضوا. اسمع مني، الحياة ما هيك بتنعاش. انت ما خلقت لتكون نسخة ترضي الجميع، الله خلقك لتكون نفسك، بأخطائك، بصحتك، بضعفك، بقوتك. يا أخي عيش، عيش كرمال نفسك، عيش على طبيعتك، عيش بصفاوة قلبك، ارضي أهلك، ارضي ضميرك، ارضي ربك. غير هيك ما حدا حيرضى، حتى لو كسرت حالك كرماله ما حدا حيرضى. والخلاصة بسيطة، على قد ما بسيطة على قد ما بدها جرأة. ركز معي، اللي بده يرضي الكل رح يخسر حاله، هلأ أو بعدين رح يخسر حاله. واللي اختار طريق يرضي فيه ربه وضميره، يمكن ناس كتير حتزعل منه بس رح يعيش مرتاح. حيعيش مرتاح لما يعيش لحاله مش لغيره. بتمنى تكون وصلت رسالتي. هذا البرنامج برعاية تورابيكا، المذاق الحقيقي للقهوة. وهلأ صار وقت سؤال حلقتنا لليوم. سؤال الحلقة: ما هي أول هدية أهديت للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة؟ اكتبوا لي بالتعليقات، رح اختار كومنت منكم تربح معي فطور لشخصين بألمانيا، بأوروبا أو بأي دولة بالعالم. لا تنسوا أنا بقي معكم كل شهر رمضان. شيروا الحلقة وبشوفكم بكرة، تصبحوا على ألف خير.